يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين. تعالوا النهاردة نعمل كفتة الرز والكبيبة الغمراوي على طريقة ام جنى. اول مرة اعملها معاكم. تعالوا شوفوا هنعمل ايه. معايا معلقة ملح، معلقة فلفل، شطة، كمون، 7 بهارات. تاني ملح فلفل شطة كمون 7 بهارات. معايا بصلاية متوسطة. الرز دوت نص كيلو رز مغسول. هو اقل من نص كيلو عشان بحب احط لها حبة شعرية صغيرة عشان ما تفكش مني. ومعايا من 5 ل6 فصوص توم. والخضرة بتاعتنا خضرة مشكلة، شبت وبقدونس وكزبرة. هنقطعهم على بعض كده تقطيع عشوائي كده كده، هتخش في المفرمة وهتتفرم كلها تبقى ناعمة. انا طبعا هاخدها واوديها للجزار، هحط على نص لحمة مفرومة واخليه يفرمها لي في المكنة عنده تبقى ناعمة وحلوة، لان مهما كانت كبة برضك مش هتطلعها ناعمة. فانا كده كده نازله عشان هشتري اللحمه، هاخدها وافرمها هناك. بس هي دي المقادير بتاعتها، مقادير سهله كده. بقى هاخدها وانزل وارجع لكم تاني. كده خلاص كنت نزلت فرمتها. الراجل عملها لي ناعمه وحلوه. هتجيبي طبق زيت جنبك عشان تبلي ايدك فيها. وهنبدا بقى نصبع الكفته. ما تخنيش الصابع قوي عشان كده كده هينفش منك، خليه رفيع. هو رفيع عن كده كمان، بس الكاميرا يعني جايباه تخين شويه. انا اول مره هعمل الكوبيبه الغمراوي معاكم، هجربها بس انا هعمل في مقدار صغير بحيث لو ما عجبتنيش يبقى الموضوع سهل يعني. لقيت الفيسبوك كله مقلوب على الطريقه دهيت، قلت اجربها. احنا على طول متعودين نعملها اللي هي بالصلصه عادي بالتسبيكه، وبنحب ناكلها متحمره وهي سخنه لسه كده. كنا بنخطفها من امهاتنا زمان، كانت ايام جميله والله. كانت كل ما تطلع طاسه نقوم نخطف منها ونجري. كنا نحب ناكلها متحمره. طبعا انا بحب احط لها حبه شعريه صغيره عشان ما تفكش. اعمليها بقى باللحمه اللي تعجبك، لحمه جملي، لحمه بقري، لحمه جاموسي، مش هتفرق. لو حطيت لها حبه الشعريه دول مش هتفك منك. كده كنت خلاص صبعت الكفته اللي انا هقليها. وهنا كده كنت ببطط بقى الكبيبه الغمراوي. هي كفته الرز بتاعتنا، بس هم مسمينها كبيبه غمراوي. بيبططوها رقيق كده وبيعملوها بالشوربه. انا هعمل زي ما شفتها بالظبط وهجربها معاكم واشوفها عامله ازاي. شوفي انا مرققاها ازاي. بتبص بعد ما بتيجي تستوي تلاقيها بتتخن معاكي، بتنفش. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناه. اهم حاجه الشير يا جماعه عشان يوصل لكل الناس. ونصلي على النبي كده في التعليقات. هنبطط كله بقى بالشكل ده. بس انا ما عملتش كتير، وفات كمان معايا حبه كفته. دي هبقى اعملها في اي وقت تاني، اشيلها في الفريزر. كده انا جبت الحله وهبدأ بقى ارصص الكوبيبة الغمراوي ديت داير ما يدور. انا بعمل زي ما شفتها بالظبط. فانا ما جربتش يعني في حاجات كتير، يعني في مقدار مش كتير، لان انا عيالي لما بيلاقوا حاجة جديدة بيبقوا مستغربينها، ما بياخدوش حتى يدوقوها. حبة صغيرين خالص. اهم حاجة لازم تسقيها شوربة. هما بيسيبوا الحتة اللي في النص دي فاضية عشان تحط الشوربة في قلبيها. بس انا الصراحة كنت بحط شوربة عادي يعني. هنحط لها بقى ملح وفلفل وشطة وكمون بس بمقدار صغير خالص، لان انا كده كده متبله الكفته.
والشوربة فيها الملح والفلفل بتاعها، فبتحط حاجات بسيطة خالص. سيبها على النار بقى لحد ما تشرب شوربتها، ما بتاخدش وقت خالص. هنا انا جبت بقى ايه، طاسة، وحطيت عليه فيها معلقتين من الزيت ومعلقتين من الثوم، هنحمرهم كده عشان نعمل الصلصة بتاعت الكفتة. والناحية التانية وانا كنت بقى احمر الكفتة. احلى حاجة اشتغلي على العيون كلها وانت شغالة، يعني ما تستنيش حاجة تخلص، بحيث تدخلي المطبخ ما تخرجيش غير لما يكون الاكل اتعمل. انا بحب اعمل كده على طول، ادخل واخرج في الاكل في ايدي. انا ولادي ملهمش تقل خالص على الكفتة ام رز دي خالص، مع ان احنا بنحبها يعني، انا وجوزي. كده خلاص التومة قربت تحمر. في ناس بتقللها ببصل، بس هي اصلا اصولها تتقلب توم. هنا كنت جبت كيس طماطم عندي في الفريزر، سيبيها على النار هي هتفك مع نفسها. هنا الكفتة كانت خلاص احمرت، بحط الدفعة التانية. ما فكتش مني وجميلة خالص. بص اللون بتاعها، بتوصليها للدرجة دهيت. وعلى عيني تاني انا كنت بعمل شوية رز بشعرية، طبعا انا مرضتش اصورها معاكم، كده كده انتوا عارفين طريقة الرز وعملته معاكم كذا مرة يعني. كده خلاص كنت حمرت الكفتة. بس طعمها جميل، انا بحب اكلها وهي سخنة كده، والتتبيلة بتاعتها مظبوطة وملحها مظبوط. مش عايزة اقول لكم كانت طعمها عامل ازاي. يا دوبك انت بس بتملحي التسبيكة اللي انت بتعمليها، الملح والفلفل والشطة والكمون، معلقة صغيرة خالص، ما تكتريش لان كده كده ملحها مظبوط الكفتة، فمش هتحتاجي لها ملح. انا بحب ادوقها الاول قبل ما ايه احيق التسبيكة بتاعتها عشان اشوف، لو دلع اكتر، لو مظبوطة يبقى هي على قد التسبيكة. عمالة اكل منها ولا هممني. طعمها بحبها وهي متحمرة. طبعا بقى هنا بقى بتزوديها يا اما مية سخنة يا اما شوربة. انا كان عندي شوربة، فقلت ايه ازودها، لكن لو زودتيها مية سخنة عادي، هي كده كده اللحمة في قلبيها يعني، مش هتقول لا. ما توقفيش نفسك على حاجة معينة. مفيش، هي غلوة والتانية ما بتاخدش وقت. ما تنسوش بقى اللايك والشير، الله يكرمكم. نغطيها بقى ونسيبها تستوي. انا كنت ببص على الكوبيبة اهي خلصت. بصوا شربت الشوربة بتاعتها، مفيش غير حاجة بسيطة، بس انا لقيتها استوت. طعمها حلو، طعمها جميل على فكرة، خفيفة. بس هو انا مستغرباها شوية يعني، مني انا واخدة على اللي هي مصلصة مستغرباها، بس هي حلوة. ودي كده خلاص الكفتة كانت استوت معايا. انا بحب اخليها متماسكة برضك، ما بحبهاش تبقى طرية قوي. وادي الرز خلاص كان استوى. ادي كده كانت غدوتنا النهاردة. واستنوني في وصفة جديدة من وصفات لومة، واشوف وشكوا على خير.